واليوم بدأت رحلتنا في مدينة الرباط ونزورنا القصر الملكي وضريح محمد الخامس، وكذلك شرينا بعض الألبسة التقليدية في سوق الصباط. ان شاء الله. لا هذه خليها جزائري. بسم الله وعلى بركة الله. وصلنا لمدينة الرباط، راح نديرو تشيكن في الأوتيل تاعنا ونخرجوا نستكشفوها مع بعضنا بإذن الله. برك رانا داخلين القصر الملكي. سيارة وتمشيو على رجليكم لداخل. داكر، بارك الله فيك. بسم الله وعلى بركة الله. اليوم رانا في القصر الملكي في دولة المغرب. جينا هنايا تقدروا أي جزائريين ولا أي واحد تقدر تجوا لهنا تمدوا لي باسبور تاعكم، ديروا لا فيزيت باش تدخلوا حتى القصر، يحكموا لكم لي باسبور تاعكم، ولا بالنسبه لاي جنسيه شدوا لي باسبور تاعكم باش تقدروا تدخلوا للداخل وديروا لا فيزيت ومامطون تستكشفوا المكان هذا كله. بسم الله. دوك انا حطينا لي باسبور تاعنا، قالوا لنا هزوا الطوموبيل ودخلوا للداخل عادي وتقدروا تدوروا وتحوسوا وتصوروا كيما حب لكم. روحوا دوكا استكشفوا المكان هذا. بسم الله على بركة الله. يتميز دار المخزن في الرباط بمكانته التاريخية، حيث يعد المقر الإقامة الأبرز لمعظم السلاطين والملوك الذين حكموا المغرب في وقت ما، وذلك منذ عهد السلطان محمد بن عبد الله. ذكرنا قدام قصر الملكي. على ما أظن المراسيم تاع عيد الأضحى ويكون يديروا الغاشي يتلموا ويذبحوا، المفروض في هذا المكان والعلم لله. مانيش متأكد 100%. اللي كاين المسجد، وهذا هو القصر الملكي الكبير. اي انسان يقدر يجي يزورو، تمد البطاقه التعريف تاعك او جواز السفر اي جنسيه والدخول مجاني، تقدر تدخل حتى بالطوموبيل وتدور لداخل في القصر هذا الكبير. قلت لكم في هذا المكان ويستقبلوا فيه الوزراء والرؤساء كامل لهنا، وين يعايروا السفراء وكل شيء. هذا القصر محاط بسور كبير، خطر المحيط تاع القصر هذا كبير بزاف، عنده سور كبير داير بالمكان كله. اي انسان يجي سياحه في المغرب لازم يجي يزور المكان هذا ويستكشفه، يعني ما عندكش الحق الدروع باش تدخل لداخل والله، لانه هذا هو القصر الملكي ممنوع الدخول ليه، يعني تريح فقط في الساحه تاعو وتستكشف المكان. شوف يعني مكان جميل. راح مش راح نطولوا هنا باسكو ممنوع الدخول، حاجه اكيد انك ما تقدرش تدخل داخل. ودوكا عندنا مكان اخر هو ضريح محمد الخامس. راح تلقاو السياح يجوا بوفرة، وراح يكون عندهم مرشدين سياحيين يشرحوا لهم عن المنطقة هذه وعن القصر الملكي. يعني هذا المكان ما راهوش ممنوع على حتى انسان، اي انسان يقدر يجي لهنا ويدور فيه فاصل عادي. بون جولتنا كانت خفيفة لهنا، خفيفة ظريفة. روحوا نستكشفوا مكان اخر باذن الله. وهذه كانت الطريقة المؤدية إلى ضريح الملك محمد الخامس. بسم الله وعلى بركة الله. راح نستكشف المكان هذا اللي رانا فيه، قبر الملك محمد الخامس. قبر تاعو او لنا الداخل، وهذا هو المدخل. من هنا ندخلوا، هو مكان سياحي بالزور كل شيء ما شاء الله. يفرمي على 6 الناس اللي حابة تجي لهنا يرسلون باللي يغلق على 6. شوف هذاك المكان ما شاء الله، شوف هذاك الحصن اللي هي مكان جد رائع والله ما شاء الله. والقبر وهاو كان مش عارف الحرس الملكي تاعهم وقف ليها، يروحوا لقدام ونشوف. تذكر انا داخلين للقبر. هاك 400 küsürlük. Olmuyor. O 400 küsür isimli. دركا زرنا قبر الملك محمد الخامس، كملوا جولتنا باتجاه سوق الرباط. ومستحيل تزور الرباط بلا ما تدير زيارة للأسواق الشعبية لمدينة الرباط، خاصة سوق الصباط، وراح تلقاو جميع المنتجات التقليدية. دكا رانا متواجدين في سوق الصباط. هذا المكان اسمه سوق الصباط في الرباط. هذا كما نقولوا السوق الشعبي نتاعهم، تلقاو يبيعوا قصب السكر، قماش، كل شيء تلقاوه لهم باذن الله. البسه متوفره كامل، هو كامل لهنا. انا متواجدين في سوق الصباط. هذا هو سوق الصباط وين يبيعوا البسه التقليديه في المغرب. عليكم شوف الفوق كيفاش داير. السوق الصباط رانا كيف
وجه راه وراه وصبابط فين معلقين. خوتي اروح نوري لكم اللي هنا في سوق الصباط المير واحد يبيع القفاطن. المراه ما شاء الله طلع فيكم ببري انكرويابل. الحاجه مع السلامه طليتي فينا. صافي والله الله يبارك شوف هذا بديت من عند القفطان هذا غزال هذا غزال وطلعت فينا في البري ثاني. حتى تبارك الله المدام ديالك زوينه تبارك الله مع ربي يبدا فهمتي غادي يجي مع هذا اللون. يا ربي يحفظك الله يعيشك. يكمل عليكم بالخير. اللهم امين. ها شوفوا عندهم الدنيا كامل القفاطنه اللي كولار واش تحبوا لهنا تلقاو وطلع فيكم بالبريه. البريات اللي تلقاوهم هنا ما تلقاوهم في حتى بلاصه. ماشي محل هذا عندنا محل واحد اخر غير المهم اللي بغيتوها لا يجوا عندك انت. مرحبا بك. المهم في المكان اسمه سوق الصباط في الرباط. سوق الصباط في الرباط. اروح هاد الحاجه طلع فيك. لا سلا ها عليكم. هاي السميه هاي كلشي. هاي والله جيت طلع فيكم في كل شيء باذن الله. بارك الله فيك الحاجه ربي يخليك ان شاء الله. لا هذه خليها الجزائري. كيشبهوا للريافه الجوار. جوار ديجا كاين المغاربه كاين الجزائريين كامل كيف كيف. هذا صور هادو هكذا بشحال؟ المهم هذا كيبقى ب 400. ب 400 هذا. صافي. داكور. دوكا درنا جوله في السوق لهنا خوتي. افضل حاجه كي تجوا لهنا انكم جيتوا السوق لهنا. اي حاجه تحبوا لها في الدنيا تلقاوها هنا في السوق. الله رحنا تصرفنا وكل شيء. انا شريت القفطان وشريت زوج قفاطن اسوام خياليه يا. كملنا من السوق وروح الوجهه واحده اخرى ان شاء الله. غدينا عند عمي عندنا الحوت السردين وكل شيء. ها العزيز ديما خاوة ديما خاوش. واش تقول الجزائريين؟ خوتنا بابنا تلموج تلموج ديما الحمد لله تلموج. هذا هو الحمد لله احنا كنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. افضل كلام قلته. نعم افضل شيء هذا هو اللي قلته. تقول الناس كامل تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا اخوه الحمد لله. الحمد لله احنا في دائرة الاسلام الحمد لله. والله صح. قلنا اخوه الحمد لله. الحمد لله خوت خاوه في الاسلام كلشي فجمعنا الدين سفري جمعنا اللغه اللهجه كلشي الحمد لله والعادات والتقاليد الثقافه والتقاليد وكلشي الحمد لله كلشي. اللهم يسر اللهم يسر الله يسر. ثم الكسكس على الكسكس سفري اللهم الحمد. ديما ديما خاوه بارك الله فيكم. حياكم الله خويا. تبارك الله عليك. بالسلامة الله يعيشكم بالسلامة ربي. وبلادكم في الجزائر بلادكم تاني الله يحفظك الله المستعان. شكرا بالسلامة الله يعيشك معرفة خير ان شاء الله. مغاربة ما شاء الله والله ما شاء الله عندهم طيبة القلب درجة. الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على عندنا أشقاء كما هذا. الحمد لله يا ربي على نعمتك وفضلك. كملنا الجولة تاعنا في سوق الصباط شرينا صرفنا كل شيء. وهذو لي زي بيس مدير مروحينها معنا الحمد لله. المغرب كامل روحناها معنا. سي كريم رب القناضر والقفاطن. ودابا كل شيء مزيان وزوين. سمع ما سمعوكش. كل شيء زوين في المغرب لهنا وعلى بركة الله. نروحوا منطقة أخرى. اسكو كان على بالكم باللي الرباط هي تعتبر أنقى مدينة في إفريقيا وتقدر تنحي الباسكت تاعك وتمشي بها ماك لابس والو ورجليك ما يتوسخوش حاشاكم. دوك نكملوا نمشيو باتجاه الكورنيش. كاين كورنيش لهنا ونطلع على برج الرباط ولا المبنى هذاك مش عارف اكزاكت شنو هو. مبنى كبير. كمل نمشيو حتى الكورنيش. نطلع على الكورنيش القنطرة هذه. المساحات خضراء متواجدة في الشارع الآخر في الجهة المقابلة. ما كاينش ضرايع. أي إنسان يحب يجري الرباط خاص يجي الأماكن هذه يزورها. شيء خرافي شيء عالمي الحمد لله. هنا انتهت رحلتنا في مدينة الرباط. نلتقي في رحلة قادمة في المغرب أكيد. سلام.